مساكم أو صباحكم جميل. النهاردة هنتكلم عن كاتب ورواية مختلفين تماما. الحقيقة أن برضو يمكن كان اتسألت إنه اشمعنى بتكلم عن كتب معينة وكتب لأ، يعني ليه مثلا مش بتكلم عن كل الكتب الحديثة، أو ليه مش بتكلم مثلا عن كل الروايات أو القصص القصيرة أو هكذا. الحقيقة ان انا فعلا بنقي الكتب اللي هتكلم عنها، وهي الكتب اللي هي فعلا انا بشوفها تستحق القراءة وتستحق ان احنا آه نتكلم عنها ونتكلم عن الكاتب ونرشحها، والناس اللي ما تعرفهاش تعرفها وهكذا. لان زي ما قلت قبل كده، يمكن خلاص بقت كل الناس بتكتب وكل الناس بتنشر، كل الناس بتعمل عدد من الطبعات كبير جدا، لكن الناس اللي بتعمل شيء يستحق او بتعمل شيء فعلا ليه قيمة قليلين جدا جدا. فدول الناس اللي انا بحس ان هم دول لازم نتكلم عنهم. النهاردة هنتكلم عن كتاب لسعود السنعوسي. سعود السنعوسي هو كاتب وروائي كويتي. هو كمان عضو في رابطة الأدباء في الكويت وجمعية الصحفيين. أولى رواياته كانت سنة 2010، كانت رواية سجين المرايا. وبعدين سنة 2012 كتب رواية ساق البامبو، وسنة 2015 في إيران أمي حصة. 2017 رواية حمام الدار. الحقيقة يمكن برضو هو مش كاتب، يعني هو كاتب شاب، فهو أعماله الأدبية مش عددها مش كبير يعني، لكن القيمة الأدبية للحاجات دي كبيرة جدا 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 يعني. رواية ساق البامبو فازت سنة 2013 بالجائزة العالمية للرواية العربية، وكمان أخذت جائزة الدولة التشجيعية في الكويت سنة 2012. هو صحفي زي ما قلنا، فهو بيكتب في جريدة القبس الكويتية، أو هو كان بيكتب في جريدة القبس الكويتية، وكتب كمان في شوية مجلات وصحف تانية. ونشر قصة اسمها البونساي والرجل العجوز، ودي أخذ فيها المركز الأول في مسابقة قصص قصيرة كانت بتعملها مجلة العربي الكويتية بالاشتراك مع BBC. يمكن أنا من الناس اللي اتربت على مجلة العربي دي، وكنت بستناها هي مجلة العربي العادية، وكان بيجي معاها ملحق اسمه مجلة العربي الصغير. رواية سجين مرايا اللي هي روايته الأولى بالفعل دي أخدت جايزة ليلى العثمان لإبداع الشباب. رواية فئران أمي حصة هي اللي حصل عليها شوية مشاكل من الأجهزة الرقابية، لكن بشكل عام سعود السنعوسي في سن صغير قدر ان هو يثبت نفسه كروائي وككاتب، وقدر ان هو يثبت الموهبة الكبيرة فعلا اللي عنده، وان هو يحوز على شهرة ونجاح. انا لسه بحس ان هي ما تكفيهوش، لكن اتمنى ان هو ياخد حقه اكتر من كده جدا في كل الدول العربية وكل العالم. الحقيقة يعني هو تم ترجمة بعض أعماله للغات كتير زي الإنجليزي والإيطالي والفارسي والتركي وهكذا. لكن الحقيقة أن سعود بيفضل بالنسبة لي هو روائي موهوب من الدرجة الأولى، يعني حاجة ملهاش حل كده، يعني حاجة، يعني كتابة، أسلوب الكتابة والموهبة اللي هي ما ينفعش الناس تختلف عليها. كمان أخد جايزة شخصية العام الثقافية عام 2016 في البحرين. واعتقد ان الحاجات دي مهمة جدا لإثبات فكرة ان مش اي حد بيكتب هو كاتب كويس. الرواية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هي رواية ساق البامبو، اللي هي تاني رواية لسعود السنعوسي. احنا قلنا في قصة قصيرة اللي هي البونساي والرجل العجوز، وفي رواية سجين المرايا، وفي ساق البامبو. فساق البامبو دي تاني رواية لسعود السنعوسي، والرواية الحقيقة حازت على البوكر برايز أو الجائزة العالمية للرواية العربية في 2013، واخدة حق الجائزة دي وتستحق جوائز تانية كتير جدا فعلا، يعني فعلا عن جدارة يعني. أنا وقت ما اشتريت الرواية دي اشتريت الطبعة ال 12، اوكي، وده
يمكن واحد من الكتب اللي حقيقي قيمة اللي ليها عدد كبير من الطبعات، ودي حاجة بالنسبة لي يعني اللي هو الحمد لله إن في ناس بتقرأ أدب حقيقي أو أدب يعني قيم. هي الرواية الناشر بتاعها الدار العربية للعلوم ناشرون. في ظهر الرواية في جزء من الرواية زي ما احنا متعودين، لكن مفيش كلام عن الرواية نفسها. بعد ما جبته قعد فترة معايا كعادة الكتاب، لما بقى أنا عارفة إن أنا داخلة على حاجة عظيمة أو عندي إحساس إن هي ممكن تكون عظيمة، على قد ما أنا ببقى متحوسة، على قد ما أنا ببقى متحمسة، على قد ما أنا ببقى خايفة أبدأ الكتاب. يجوز خايفة أبدأه أبقى زعلانة إنه هيخلص. كان واحد من الكتب اللي تعرضت فيها لده. بداية الكتاب فيها كلمة هي: علاقتك بالأشياء مرهونة بمدى فهمك لها. إسماعيل فهد إسماعيل. وبعدين بنلاقي كفر تاني أو صفحة تانية، المفروض إن هي إن ده بقى غلاف الرواية اللي داخل الرواية يعني، بس عشان أفهمكم بالراحة كده. الرواية في الغلاف الرواية اللي من بره العادي اللي هو بتاع سعود السنعوسي، لكن الرواية هي رواية جوه رواية، يعني كأن شخصية من شخصيات رواية سعود كاتبة رواية، وهي دي الرواية اللي المفروض في ايديك كقارئ. اوكي، الرواية بقى اللي المفروض في ايديك كقارئ دي هي رواية مترجمة عن شخص اسمه هوزيه مندوزا. اوكي، ده المفروض بطل رواية سعود السنعوسي، لكنه كاتب قصته في رواية، والمفروض ان انت خياليا يعني او مجازا انت معاك نسخة من روايته اللي هي باسم ساق البامبو، اللي هي المفروض الكاتب هو هوزيه مندوزا، وليها مترجم ومراجع وهكذا. والمترجم والمراجع شخصيات داخل الرواية، شخصيات هنقابلها. وفي جزء عن المترجم وكلمة عن المترجم، وبعدين بنلاقي إهداء الرواية بقى اللي داخل الرواية إلى مجانين لا يشبهون المجانين، مجانين لا يشبهون إلا أنفسهم. مشعل، تركي، جابر، عبد الله ومهدي إليهم وحدهم. الرواية متقسمة أجزاء. أوكي، كل جزء بيكون فيه مقولة من فوق بتعكس روح الجزء ده جدا. أول جزء عندنا هو الجزء اسمه عيسى قبل الميلاد. جزء هو عيسى بعد الميلاد. الثالث هو عيسى التيه الأول. الجزء الرابع عيسى التيه الثاني. الخامس عيسى على هامش الوطن. الفصل الأخير أو الجزء الأخير خالص عيسى إلى الوراء يلتفت. فعلا الرواية أثرتني وفتنتني جدا. هي دي أول رواية أنا أقراها لكاتب كويتي في العموم، فيعني حاجة رائعة رائعة بكل المقاييس والمعايير، يعني على كل المستويات، حالة وسرد، بنية رواية، لغة، رسم شخصيات، وصف، حاجة فوق الخيال من الموهبة ومن البراعة في الوصف وفي السرد وفي اللغة. شيء يعني هي مش بس تستحق البوكر، هي تستحق جايزة كده تعمل لها تتفصل لها كده لوحدها. الراوي الأصلي للرواية هو عيسى، اللي هو في نفس الوقت كاتب الرواية اللي احنا شفنا غلافها من جوه، اللي هو هوزيه مندوزا. هنتعامل معاه بالاسمين هوزيه وعيسى. الرواية بتتناول فكرة العادات والتقاليد، بتتناول فكرة التدين وفكرة المسؤولية، لكن بتتناول بأهم درجة أو بأكتر تفصيل الهوية، فكرة الهوية ومعنى الوطن وخلافه. هل الشخص سهل إن هو يسمي مكان وطن؟ هل الشخص ايه تعريف الوطن اصلا؟ يعني ايه فكرة الوطن في حد ذاتها؟ امتى بنعرف الوطن؟ هل الوطن هو الجنسية اللي بيملكها الشخص، ولا هل الوطن هو الجنسية اللي بيكتسبها الشخص، ولا هل الوطن فكرة وليس مكان؟ يعني
لو اتكلمنا هنتكلم كتير جدا، ويمكن دي أساس أو ده أهم شيء في الرواية. فكرة كمان البحث عن الذات، إن الشخص لما بيكون مش لاقي نفسه ممكن يعمل إيه عشان يلاقيها، ممكن يروح لحد فين في تغيره في حياته وفي تفكيره وخلافه علشان يحاول يلاقي الشخصية اللي هو بيتمناها لنفسه، واللي بيتمنى إنه يكونها. الرواية لغتها جميلة جدا جدا حقيقي. الوصف رائع جدا، هتلاقي نفسك تعايشت مع الشخصيات دي جدا، فعلا تلاقي نفسك مش قادر تسيب الرواية، في نفس الوقت انت مش عايز الرواية تخلص، فانت يعني مش عارف تعمل ايه دلوقتي. حياة انسان من بداية ولادته او من قبل حتى ما يتولد لحد ما بيحاول يوصل لنفسه، وبيحاول يوصل لفكرة الوطن، بيحاول يوصل لأسرة يكون وسطها، لحتى دايرة أصدقاء يكون قادر يلاقي نفسه فيها. رواية بسيطة في لغتها، بسيطة في حبكتها، لكن قوية جدا ومؤثرة جدا. من أول كلمة فيها، من بعد يعني من أول غلاف، من أول كلمة من بعد الغلاف لآخر كلمة في آخر فصل، حاجة كبيرة جدا جدا يعني. قائمة كمان بشكل عام على الهويتين، على الجنسيتين، الفلبينية والكويتية، على الديانتين، الإسلام والمسيحية، العادات والتقاليد اللي ما بين البلدي والبلدي، في الأكل، في اللبس، حتى طريقة المعيشة والحياة في العامة، في الأصدقاء، في العيلة، في كل شيء. الصراع الدائم ما بين الحاجتين دول. لا، الشخص اللي مش عارف هي أنهي هويته، أو مش عارف هو المفروض إن هو يتمسك بأنهي هوية، مش عارف المفروض يتمسك بأنهي هوية أو أنهي هويته الحقيقية، ويحاول إنه يبني عليها حياة. فكرة الوطن مليان جمل مؤثرة جدا. يعني أنا عايزة أقول لكم كوت مثلا أو اقتباس من الكتاب كله حلو. أنا كده حاسة إني هقتبس الكتاب كله، هحكي لكم الكتاب كله. الحقيقة أنا في حاجة كده يعني بوسط الناس اللي بتحب الكتب والقراءة، دايما بيقولك ان لما العمل او الرواية او القصة اللي انت بتقراها تكون حاجة قوية جدا او عظيمة جدا، ساعات بتلاقي نفسك مش عارف تتكلم عنها. ويمكن انا دلوقتي عمالة اعمل كده، يعني عمالة احاول مرتبة افكاري، وفي نفس الوقت فعلا من كتر ما انا متحمسة للرواية رغم اني خلصتها، ومن كتر ما انا حابة اتكلم عنها وحابة ارشحها، لكن وصفها فعلا صعب فعلا. يعني حقيقي هو عمل رواية من جمالها ومن قيمتها قليل ان احنا مهما اتكلمنا عنها يعني هنلاقي الكلام قليل. الرواية فتحت لي مبدئيا سكة ان انا ابص على الادب الكويتي. الجواب باين من عنوانه زي ما بيقولوا، والجود ريدز والريفيوز والريتنجز والحاجات مبينة قد ايه ثقل موهبته، اللي هي واضح ان هي مع الوقت بتزيد ما شاء الله، مش بتقل ابدا يعني. هي رواية لما تقروها هتحسوا ان هي من اجمل الحاجات اللي قريتوها. حقيقي اتمنى من كل قلبي ان انتوا تقروا الكتاب ده. انا هقرا بقيه رواياته، وانا عندي يعني هذا اليقين الكبير ان الروايات هتكون بنفس القدر ويمكن افضل، وان احنا هنرجع نتكلم عنهم تاني. هحاول اسيب لكم شويه لينكس او روابط مفيده في الديسكريبشن بوكس اللي هو صندوق الوصف. للاسف ما يعني انا عارفه ان في ناس ممكن تحاول تدور على الكتاب نسخه PDF او هكذا، لكن حاولوا ان انتوا تجيبوا الكتاب لو قدرتوا، لانه هو قيم جدا، ولانه من الافضل ان انتوا تقتنوا كتاب زي ده، لان انتوا غالبا هترجعوا تقروه تاني. حاول اسيب لينك لكتاب صوتي للمكفوفين لو لقيته. وبس كده. هسيب لكم طبعا برضو صفحة سعود السنعوسي على جود ريدز، واتمنى ان الكتاب يعجبكم فعلا، وانا متأكدة ان الحقيقة ان الكتاب هيعجبكم. اتمنى ان الفيديو يكون كان مفيد وملهم ليكم بأي شكل، واشوفكم على كل خير الفيديو الجاي.